لو معاك من 100 ل 300 مليون جنيه ومش عارف تعمل بيهم ايه، مفيش قدامك غير حل واحد: تفتح معرض عربيات. انا بهزر اكيد، بس في الفترة الاخيرة لقيت معارض العربيات زادت بشكل غير طبيعي. معارض كتير بتفتح وعربيات كتير جدا واقفة على الارض، والغريبة بقى ان انا بشوف العربيات دي واقفة بقالها شهور. السؤال بقى هنا، هل تجارة العربيات بتكسب قوي كده؟ لما الاقي ان فرع واحد لمعرض واحد واسمه مش من الاسماء الكبيرة موقف عربيات على الارض ب 700 مليون جنيه، يبقى اكيد في حاجة غريبة، او يبقى اكيد تجارة العربيات بتعمل رقم كبير جدا انواع تجارات تانية كتير ما بتعرفش تعمله. الموضوع بقى غريب بالنسبة لي، وفعلا والله لا بتهم ولا بهاجم حد، بس دايما بيقولوا ان السلوك الاقتصادي بيعكس حاجة، وخصوصا ان السيارات من الاصول القابلة للاهلاك، والاصول القابلة للاهلاك هي اصول ثابتة بتفقد قيمتها بمرور الوقت او التقادم او الاستهلاك. وهلاقي طبعا ناس جايه بتقول لي ما احنا كسبنا من العربيات الفتره اللي فاتت قد كده، ده انا كنت شاري العربيه ب 100 وبعتها ب 500. الزياده اللي حصلت في اسعار العربيات في 2022 و2023 ما كانش سببها نمو حصل للاصل، الزياده اللي حصلت كانت بسبب خلل سعر الصرف، لان القوه الشرائيه بتاعت الجنيه قلت، زائد ان العمله الاجنبيه اللي انا كنت بستخدمها عشان اجيب العربيات دي من بره حصل فيها ندرة. وده السبب يا صديقي اللي خلى العربية اللي ب100,000 بقت ب500,000. عامة قولولي ايه الحاجات التانية اللي انتوا شايفينها حصل فيها تغير في السلوك الاقتصادي غير العقارات والعربيات. وما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان فيها كنوز بفلوس، ولو عايز تشوفني تاني سيب لي كومنت وهجاوب عليك في الفيديوهات اللي